لو عايزين تعملوا صوابع الجلاش تكون بطريقة سهلة وبسيطة من غير بقى ما نقعد نلف والجو ده، هتعجبكم جدا. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة ويفضل مقرمش معانا لأطول وقت، وكمان سكره مظبوط. لفة الجلاش الكاملة هنستخدم كوباية من السكر وتلت كوباية من المية، وانا استخدمت في الوصفة دي تقريبا نص لفة من الجلاش، فهحط نص الكمية دي. حطيت معلقة من العسل الأبيض، ولما غليت حطيت كده كام نقطة من عصير الليمون، وحطيت كيس من الفانيليا. هسيبه يغلي كده تقريبا 7 ل10 دقايق، وقطع بقى قطعة الجلاش او لفة الجلاش كلها بقطع متساوية، وهعمل الصوابع دي كده واحطهم بقى كده كلهم. معلقتين بقى من الزبدة او السمنة سايحين، ولازم اتأكد ان هي وصلت لكل قطع الجلاش او كل صوابع الجلاش. هدخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص لحد ما تبقى باللون التحفة ده. هنخرجها ونحط عليها السيرب ده لازم يكون بارد. وكده بقى جاهز معانا، بجد حاجة حلوة سهلة ولذيذة وطعمها حلو جدا.